تعالوا بقى في الفيديو ده نشوف الفرق ما بين linear marketing و non linear marketing او التسويق الخطي والغير خطي، عشان في فرق ما بينهم هما الاثنين. اللينير ماركتنج اول حاجه والتسويق الخطي فيه سمتين اساسيتين، ان هو straight forward and sequential، مباشر وصريح ودايركت، يعني ليه باث معين او مسار معين to reach consumers للوصول للعملاء، وفي نفس الوقت كمان sequential يعني في تسلسل معين في الستيجز او المراحل اللي المفروض بيبقوا عايزين العميل ان هو يمشيها. فكرة التراديشنال ماركتنج فانل انها بتبدأ بالاويرنس، الوعي والادراك، يبقى العميل مدرك وواعي بوجود هذا المنتج والخدمة والبنفيتس او الفوائد اللي هيحصل عليها لما يشتري المنتج او الخدمة دي. الحاجة التانية consideration، ان هو بدأ ياخذها في الاعتبار، يهتم بيها، يجيب معلومات عنها، يسأل عنها. فاذا احنا رايحين في المرحلة الثالثة اللي هي الديسيجن، قرار الشراء. بس احنا مش هنقف عند هنا، احنا عايزين اكشن ان هو يشتري فعلا، فعشان كده اسمه sequential، في تسلسل في الخطوات، وفي ان هو بيمشيها بمسار معين بتسلسل ثابت يعني معين. الحاجة التانية النوع ده time bound and repetitive، يعني الماركتنج كامبين مثلا حملة تسويقية المفروض انها تبقى scheduled for a specific duration، يعني ليها مدى زمني محدد. دي اول حاجة. الحاجة التانية repetitive، انه messages بتبقى متكررة اللي بيتم ارسالها للعملاء، ولكنها consistent messages، يعني the same messages for all، نفس الرسائل بيتم ارسالها للجميع، مفيش اختلاف ما بينها. ده مختلف عن النون لينير ماركتنج لانه طريقته مختلفة. two way communication ده النون لينير ماركتنج، بس هنا بقى في اللينير ماركتنج اللي احنا بنتكلم عليها في الاول فيها low interactivity و one way communication، يعني مفيش تفاعل قوي قوي في التسويق الخطي ما بين العملاء وما بين البراند، ما عندكش فرصة وتشانس قوي ان انت تقدر انك interact مع messages او الرسائل اللي بيتم ارسالها ليك، فعشان كده اسمه one way communication. يعني زي مثلا تي في commercials، الاعلانات التجارية او الاعلانات على التلفزيون مثلا، هتتفاعل معاها ازاي؟ ممكن على صفحتك بكتير يعني، بس حتى you're not sure انها هتبقى تم اخذها في الاعتبار، يعني حتى لو اصلا هتتقري فين، ما عندكش قوي المكان او بلاتفورم ان انت تقول ارائك قوي او suggestions الاقتراحات بتاعتك. زي الراديو ادز، اعلانات الراديو، زي بيلبوردز اللوحات الاعلانيه، زي print ads الاعلانات المطبوعه اللي ممكن تشوفها في اي مكان، او اللوحات الاعلانيه ممكن تشوفها مثلا في اي مكان. فده النوع الاول اللي هو اللينير ماركتنج او التسويق الخطي. في نوع تاني اللي هو التسويق الغير خطي اللي هو النون لينير ماركتنج، وده مختلف تماما. خلينا نقول اول حاجه السمات بتاعته ان هو dynamic and adaptable، يعني في تغير وتكيف حسب التغييرات المختلفه اللي بتحصل في اراء العملاء ومتطلباتهم واحتياجاتهم، بيحاول يتاقلم مع التغيرات المختلفه ويتكيف حسب ده حتى في الحملات التسويقيه بتاعته. تاني حاجة في فكرة ال two way communication، بيديك فرصة ان انت تتفاعل بشكل قوي مع البراند، يعني يبعتلك المسجز اللي هي على فكرة بتبقى personalized messages يعني او tailored messages، يعني بتبقى رسائل معمولة خصيصا للسيجمنت اللي هي مستهدفة بالاعلان ده، حسب بقى النوع، حسب الاختلافات المختلفة، حسب الفئة العمرية اللي بيتم ارسال الرسائل ليها، حسب الاحتياجات، حسب انه مثلا حتى من ناحية الاحتياجات النفسية المختلفة psychographics demographics، كل الحاجات دي بيبقى البيرسونلايزد مسجز معموله خصيصا ليهم حسب التغيرات او الاختلافات ما بينهم، وفكره انه عايزين يعملوا لهم tailored experiences، يعني تبقى الخبرات اللي بيكتسبوها او بياخدوها من المنتج او البيزنس ده، او حتى ايفن الادز اللي بترسل اليهم تبقى متوافقه معاهم ومع احتياجاتهم مع رغباتهم مع الاختلافات ما بينهم. لكن زي ما قلنا التاني اللي هو اللينير ماركتنج التسويق الخطي بتبقى consistent messages for all، نفس الرسائل للكل او the same messages for all. تاني بقى النون لينير ماركتنج، خلينا نرجع نتكلم عليه تاني. قلنا في هاي انتراكتيفيتي او تفاعل قوي من قبل العملاء، يقدروا يتفاعلوا معاه زي سوشيال ميديا ادز، الاعلانات على السوشيال ميديا، سهل جدا ان انت تدخل تقول ارائك، تكتب كومنتس تقول مقترحات معينه، اراء. في نفس الوقت ممكن ساعات يعملوا اونلاين كوميونتي، يفتحوا الباب المناقشه اصلا بين الكوميونتي اللي هي مهتمه بالمنتج او الخدمه دي، فانت تقدر تدخل تقول ارائك وهم بياخدوها في الاعتبار بجد بقى. ده اختلاف النوعين ما بينهم ما بين بعض. وعلى فكره في النون لينير ماركتنج بيوفر لك different touch points، يعني نقاط اتصال مختلفه تقدر تتواصل مع براند من خلالها، وبيحاولوا ان هم to nurture relationships يعني with consumers over time، ان هم يعني يخلوا دايما في علاقات قويه وطويله المدى ما بينهم، ما بين البراند وما بين العملاء، عشان يفضل العملاء مهتمين بالبراند ده وستاك للبراند ده ومفضلينه just يعني over other brands.
بالنسبة للبراندز تانية هو ده الافضل بالنسبة لنا. بس ده باختصار كده. شكرا.